اليوم غادي دوز امتحان حقيقي بأسئلة مشابهة للامتحان ديال البيرمي. إلا جبتي أقل من 5 ديال الأخطاء في المستوى ديالك مزيان وفرصتك كبيرة في النجاح. هادشي علاش تبع الفيديو من الأول حتى الآخر وقول لينا النتيجة ديالك في التعاليق. وإلا بغيتو نكملو يوميا امتحان وصلوا هاد الفيديو ل1000 لايك ونبداو الفيديو على بركة الله بالسؤال رقم 1. معظم الحوادث المميتة كتوقع في طريق جيدة، الجواب رقم 1. في طريق سيئة، الجواب رقم 2. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 في طريق جيدة. علاش؟ بالنسبة للسائقين اللي كيكونوا متهورين كيكونوا غاديين بواحد السرعة كبيرة في طريق جيدة، عكس في طريق سيئة كتكون شوية الخطورة فيها، كيكونوا منتبهين للخطر كتر. يعني هادشي علاش اختارينا في طريق جيدة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. وندوزو السؤال الموالي. في حالة بان شي عطب تقني، الفحص التقني التكميلي غادي يكون على 6 شهور. الجواب رقم 1 صحيح. الجواب رقم 2 خطأ. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2 خطأ. علاش؟ بالنسبة إلا درتي الفحص التقني ديال السيارة ديالك وبان شي عيب، راه كيعطيوك المهلة ديال شهر ماشي 6 شهور باش تعاود الفحص التقني. السؤال رقم 3. بان عطب في جهاز الفرامل عند فحص تقني، لازم نقوم بالإصلاح ديالو. نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. لازم ندير فحص تقني تكميلي. نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4. الأجوبة الصحاح هما 1 و 3. إلا بان عطب في جهاز الفرامل، ولا بصفة عامة درت الفحص التقني وبان شي عطب في السيارة ديالي، راه ضروري خاصني نصلحو، يعني من الواجب عليا نصلحو. نعم. ولازم ندير فحص تقني تكميلي. نعم الجواب رقم 3. السؤال الموالي. باش نمشي لطنجة غنبقى في هذا المسلك. الجواب رقم 1. نغير المسلك على اليسار. الجواب رقم 2. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. باش نمشي لطنجة خصني نبقى في نفس المسلك، يعني المسلك اللي غادي فيه دابا الوسط. بالنسبة إلا بغيت نكمل طريقي ديريكت لطنجة خصني نبقى في نفس المسلك. السؤال الموالي. تسوير الطرق كيعلم على مسافة الأمان. نعم لا. خليت مسافة كافية بيني وبين السيارة اللي قدامي. نعم لا. الأجوبة صحاح هما 1 و 3. علاش؟ بالنسبة لهاد العلامة ديال المنع كتمنعني أنني نخلي أقل من 70 متر بيني وبين السيارة اللي قدامي، يعني ديال مسافة الأمان. نعم. واش أنا في هاد الحالة محترم مسافة ديال الأمان من خلال هاد الخطوط اللي كاينين في الجوانب؟ راه مخلي كتر من 70 متر. يعني الأجوبة الصحاح 1 و 3. وندوزو للسؤال الموالي. هاد السائق داير السماعات واش مسموح بهم؟ الجواب رقم 1. ممنوعين. الجواب رقم 2. كيشكلوا خطر. الجواب رقم 3. الأجوبة الصحاح هما الأجوبة رقم 1 و 3. بالنسبة للسماعات هما مسموح بهم حيت كيعاودوا التليفون وكيعاونوا على السياقة، ولكن كيشكلوا خطر. علاش؟ بالنسبة للسائق في هذه الحالة ما غاديش يسمع اشنو كيطرا برا، يعني شي واحد كلاكسون عليه إلى آخره، ما غاديش يسمعوا. الشيء علاش كيشكلوا خطر. جميع المركبات لازم تكون مجهزة بعجلة الإغاثة. جواب رقم 1. لوازم النجدة ضد الثقب في العجلات. الجواب رقم 2. عجلات بلا إطار داخلي. الجواب رقم 3. الأجوبة الصحاح هما 1 و 3. نعم جميع العجلات خاصة تكون مجهزة بعجلة الإغاثة، وهذا ضروري باش لو وقع شي عطب في إحدى العجلات تكون موجد عجلة ديال السكور. هاد العلامة كتعلم على ضباب كثيف، كتبدا على بعد 150 متر، نقص من مسافة الأمان. الأجوبة الصحاح هما 1 و 3. هاد العلامة كتعلم على ضباب كثيف، خطر ضباب كثيف. وهاد العلامة مسبقة، يعني مسبقة كتعلمني أن الخطر غادي يبدا على بعد 150 متر. هاد العلامة كتعلن على منحدر حاد. الجواب رقم 1. ضعيف. الجواب رقم 2. كيبدا على بعد 50 متر. الجواب رقم 3. 150 متر. الجواب رقم 4. الأجوبة الصحاح هما الأجوبة رقم 1 و 4. بالنسبة لهاد العلامة كتعلم على منحدر خطير، يعني حاد، على بعد 150 متر حتى أنا خارج التجمع السكني. وعلاش قلنا حاد؟ راه كل 100 متر كيهود ب10 متر، يعني منحدر خطير. السؤال رقم 9. ندوز الجواب رقم 1. كيتوجب عليا نوقف. الجواب رقم 2.
في هذه الحالة إلا لاحظتوا وركزوا مزيان، مجموعة اللي هي قف والأضواء ثلاثية الألوان وشاعل الضوء الأحمر. إلا تلاقاو الأضواء ثلاثية الألوان وعلامة قف، فالتشوير الضوئي ديال الأضواء ثلاثية الألوان كيغلب التشوير العمودي اللي هي العلامة ديال قف. في هذه الحالة راه ضروري خاصني نوقف، واخا نكون ماركي قف وتبقى شاعل الضوء الأحمر، خاص تا يشعل الخضر عاد ندوز. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال الموالي. ندوز الجواب رقم واحد، كيتوجب عليا نوقف الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد ندوز. بالنسبة قبل ما نعاودو نفس الشرح، قلنا الأضواء ثلاثية الألوان كتغلب ليا علامة قف، يعني خاصني ندوز شاعل الضوء الخضر. السؤال رقم 11، هاد العلامة كتشير للانشعاب في الطريق السيار. نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. أنا في الوضع المناسب باش نمشي للصخيرات. نعم الجواب رقم ثلاثة، لا الجواب رقم ربعة. الأجوبة الصحاح هما جوج وثلاثة. بالنسبة لهاد التشوير الطرقي كيعلم على انشعاب في الطريق السيار. وبالنسبة واش أنا في الوضع المناسب ولا لا، أنا في الجهة ديال اليمين. وفي إلا بقيت غادي في هاد المسار ولا هاد المسلك، راه غادي نمشي للصخيرات. يعني أنا في الطريق المناسب ولا في الوضع المناسب باش نمشي للصخيرات. السؤال الموالي، إلا بديت كنحس بالمركبة راجعة للخلف، واش نزيد في السرعة؟ الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. إلا حسيت بالطوموبيلة ديالي في الطلعة راجعة باللور، راه ضروري خاصني نزيد في السرعة باش ما نرجعش اللور ونكمل السير لقدام. السؤال الموالي، كنسير في الطريق السيار. صحيح الجواب رقم واحد، خطأ الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج، خطأ هادي ماشي طريق السيار. بالنسبة لطريق السيار هاد اللوحات كيكونوا باللون الأزرق. ولا سولتكم دابا اش من طريق هادي الطريق السريع، كتشبه طريق السيار بزاف. كاين الفرق بين المسالك، كاين يعني مسار واحد، يعني ما كاينش السير في الاتجاهين، خط متصل من هنا خط متصل من هنا، التجاوز الى اخره. ولكن انا ماشي في طريق السيار حيت البلايك ماشي باللون الازرق. السؤال الموالي، تحديد السرعة كيخص جميع المسالك. الجواب رقم واحد نعم، الجواب رقم جوج لا. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج لا. علاش؟ بالنسبة للتسوير الطرقي كيمنع السير ب 60 كيلومتر في الساعة ابتداء من العلامة، يعني العلامة ديال المنع. ولكن كيشيروا بحث السهم على اليمين، يعني خاص غير بالمسلك اللي غادي تزاد على اليمين وماشي جميع المسالك. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج لا. السؤال الموالي، هاد العلامة كتعلم على مدار. نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. باش نمشي لطنجة اللي هي طريق السير طنجة، أنا في المكان المناسب. نعم الجواب رقم ثلاثة، لا الجواب رقم ربعة. الجواب الصحيح ولا الأجوبة الصحيحة هما واحد وربعة. بالنسبة لهاد العلامة راه كتعلم على مدار، وهاد المدار عندو ربعة ديال الخرجات. بالنسبة للمسلك رقم واحد كيمكنني باش ناخد الخرجة رقم واحد اللي غادي تمكنني باش نمشي لحي السويسي. الخرجة رقم جوج كتمكنني باش نمشي لطريق السيار طنجة ولا لطريق السيار طنجة. المسلك رقم جوج كيمكنني باش ناخد خرجة رقم ثلاثة اللي غديني لوسط المدينة. والمسلك رقم ثلاثة باش ناخد الخرجة رقم ربعة اللي كتمكنني باش نمشي لحي أكدال. في هذه الحالة أنا في المسلك رقم جوج، يعني ماشي في الطريق المناسب ولا المكان المناسب باش نمشي لطريق طنجة ولا طريق السيار طنجة. السؤال الموالي، هاد العلامة كتعلم باللي ممنوع مرور العربات المجرورة بالحيوانات، مسموح مرور العربات المجرورة بالحيوانات. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. هاد العلامة كتعلم على ممنوع العربات المجرورة بالحيوانات، يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. وندوزو للسؤال الموالي. الحصار اليدوي كيتحكم في العجلات الأمامية. الجواب رقم واحد. في العجلات الخلفية الجواب رقم جوج. في العجلات الأمامية والخلفية الجواب رقم ثلاثة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج، في العجلات الخلفية. السؤال الموالي، واش مسموح لي نوقف فوق ممر راجلين باش نهز راكب؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج ممنوع.
بالنسبة للوقوف ولا التوقف فوق ممر الراجلين، راه كيتعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، وكيتعاقب عليها بغرامة بين 300 ل 600 درهم. يعني ممنوع الوقوف ولا التوقف فوق ممر الراجلين. السؤال الموالي: واش مسموح لي ندوز على اليسار؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. نكمل السير القدام؟ نعم الجواب رقم ثلاثة، لا الجواب رقم ربعة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج وثلاثة. بالنسبة لهاد العلامات ديال التشوير الطرقي، كاين تشوير الطرقي العمودي اللي هو ديال المنع، ممنوع ندور على اليسار، وكاين تشوير الأفقي اللي كاين على الأرض، الخطوط ديال اللي على الأرض هادو ديال الإجبار، يعني ضروري نكمل السير القدام. الأجوبة الصحيحة هما جوج وثلاثة. السؤال الموالي: واش عندي الحق نكمل السير القدام؟ الجواب رقم واحد. ندور على اليسار؟ الجواب رقم جوج. ندور على اليمين؟ الجواب رقم ثلاثة. الأجوبة الصحاح هما الأجوبة رقم واحد وثلاثة، نكمل سير القدام ولا ندور على اليمين. إلا لاحظتو كاين هاد العلامة ديال الإجبار، إما كتجبرني نكمل سير القدام ولا ندور على اليمين، وهاد العلامة ديال المنع راه كتمنعني أنني ندور على اليسار. يعني الأجوبة الصحاح واحد ثلاثة. وندوزو للسؤال الموالي: قراءة رسالة نصية أو إشعار أثناء السير كيضاعف الخطر وقوع حادثة في 5، في 10، في 23. الجواب صحيح حسب الإحصائيات، راه الحادثة كتضاعف 23 مرة في حالة لا كنت كنسوق وقريت شي رسالة نصية. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم ثلاثة. وندوزو للسؤال الموالي: عدم احترام الأسبقية الواجبة للراجلين كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة. الجواب رقم ثلاثة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج، من الدرجة الثانية، وفيها غرامة مالية بين 500 ألف درهم، وما فيها سحب النقاط إلا ما احترمتش ممر الراجلين. عند خروج من نفق يمكن الإبهار يستمر المدة الثانية واحدة. الجواب رقم واحد. 5 ثواني. الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج، 5 ثواني. بالنسبة للإبهار اللي ما عارفوش، هو مثلا كتكون في الظلمة وكتخرج للضوء، يعني على غفلة كتفقد البصر لحد المدة، عاد كترجع يعني كتشوف مزيان، هذا هو الإبهار، وراه كيستمر لمدة 5 ثواني. السؤال الموالي: نهز رجلي على دواسة السرعة؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. نعم خاصني نهز رجلي على دواسة السرعة، ما نزيدش في السرعة. حيت وصلت لممر الراجلين ضروري خاصني نقص من السرعة. ارتكبت حادثة، التأمين ديالي اللي هو تأمين المسؤولية المدنية غيعوض السائق. الجواب رقم واحد. المركبة الجواب رقم جوج. الغير الجواب رقم ثلاثة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم ثلاثة. في حالة ارتكبت حادثة، التأمين ديالي بالمسؤولية المدنية غادي يعوض الأضرار اللي تعرضوا لها الضحايا، يعني ضحايا الحادثة، يعني غادي يعوض الغير. السؤال الموالي: كنمرر مبدل السرعة للمستوى الموالي كلما كانت سرعة دوران المحرك أكبر من 2500 دورة في الدقيقة، 1500 دورة في الدقيقة، 2000 دورة في الدقيقة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. بالنسبة لرفع مستوى السرعة، كلما كانت سرعة دوران المحرك 2500 دورة في الدقيقة. يعني الجواب الصحيح الجواب رقم واحد. وندوزو للسؤال الموالي: باش ندوز على هذا الممر العالي كاين خطر توقف لي المركبة على الممر؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. بالنسبة لهذا الممر هو ممر السكة الحديدية، ولا لاحظتو كما قالوا لينا عالي كما كتشوفوا، يعني كاين خطر أنني توقف ليا طوموبيل وسط ديال الممر. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. نعم هاد العلامة كتعلم على منفذ خروج من طريق السيار. الجواب رقم واحد. على انشعاب على طريق السيار. الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد، منفذ خروج من طريق السيار. بالنسبة لهاد العلامة ديال التشوير الطرقي، هي كتأكد لنا المسار اللي غادي ليه ولا الوجهة اللي غادي لها، وكتقول لنا شحال باقي من كيلومتر ونوصلوا لمنفذ خروج من طريق السيار. يعني بحال دابا من مراكش باقي 240 كيلومتر باش نوصلوا لمنفذ الخروج من طريق السيار. ندوزو للسؤال الموالي: مازال يمكن لي ناخذ خرجة للصخيرات؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. بالنسبة للسؤال والجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. لا علاش؟
بالنسبة لأنا دابا في المسلك الثاني، يعني المسلك ديال التجاوز الأول، في حالة كون بغيت ندور على اليمين، يعني مشيت للخرجة ديال الصخيرات، خاصني نكون على اليمين. يعني دابا تعطلت، يعني ما يمكنش أنني ندور على اليمين دابا ونمشي للخرجة ديال الصخيرات. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال الموالي. الزر اللي كيمكن من إزالة الضباب من الزجاج الخلفي للسيارة هو الزر الواحد، الجواب رقم واحد. الزر جوج، الجواب رقم جوج. الزر ثلاثة، الجواب رقم ثلاثة. الجواب الصحيح هو الجواب الزر رقم واحد، الجواب رقم واحد. ندوزو للسؤال الموالي. ملي كيكون السير في صفوف نتابع الفرملة، الجواب رقم واحد. نراقب المرايات، الجواب رقم جوج. نشعل أضواء النجدة، الجواب رقم ثلاثة. الأجوبة الصحاح هما واحد وجوج. بالنسبة لكان السير في صفوف، خاصني نحضي مع لقدامي ولورايا، يعني نتابع الفرملة، نراقب المرايات. أنا في الوضع المناسب باش نمشي لبوزكورة، الجواب رقم واحد نعم، الجواب رقم جوج لا. الدار البيضاء نعم، الجواب رقم ثلاثة لا، الجواب رقم ربعة. الأجوبة الصحاحة هما واحد ثلاثة. بالنسبة للتشوير الطرقي كيعلم على منفذ خروج من طريق السيار، بالتالي إلا بقيت في المسلك رقم واحد راه يمكن ليا ناخد مسلك ديال بوزكورة، كيما يمكن ليا نبقى غادي نكمل السير القدام. نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم كي تعتبر جنحة إلا كان كيساوي ولا كيفوق 0.10 ملغ في اللتر، 0.20 ملغ في اللتر، 0.01 ملغ في اللتر. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم كتعتبر جنحة إلا كان كيساوي ولا كيفوق 0.10 ملغ في اللتر، يعني الجواب رقم واحد. جهاز المضاد للسرقة كيسد المقود على التشغيل، صحيح الجواب رقم واحد، خطأ الجواب رقم جوج. باش نفتح الجهاز لازم نوضع الرجل ديالي على دواسة الفرامل، صحيح الجواب رقم ثلاثة، خطأ الجواب رقم ربعة. أجوبة صحاح هما واحد ربعة. بالنسبة للجهاز المضاد للسرقة راه كيسد المقود على التشغيل، صحيح. وباش نفتح هاد الجهاز المضاد للسرقة راه ماشي ضروري نضغط على دواسة الفرامل، يعني خطأ. الرمز اللي غادي يشعل على لوحة القيادة لنقص الزيت المحرك هو رقم واحد، الجواب واحد. رقم جوج، الجواب جوج. رقم ثلاثة، الجواب رقم ثلاثة. بالنسبة للمؤشر اللي غادي يشعل راه هو هذا رقم جوج، يعني الجواب الصحيح هو رقم جوج. هذا الممر كيعلن على سكة حديدية في حواجز أو نصف حواجز، نعم الجواب رقم واحد لا، الجواب رقم جوج. قبل المرور لازم نوقف، الجواب رقم ثلاثة نعم، الجواب رقم ربعة لا. الأجوبة الصحاحة هما جوج ثلاثة. بالنسبة للسكة الحديدية راه بدون حواجز ولا نصف حواجز. وبالنسبة باش نعبر من السكة هادي خاصني ضروري نتأكد راسي باش نعبر، ضروري نشوف واش قريب شي قطار، عاد يمكن ليا أنني ندوز. الفحص التقني يعتمد على 77 نقطة، نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. بالنسبة للفحص التقني راه كيعتمد على 77 نقطة ولا موضع في السيارة. هاد العلامة كتعلم بلي عندي الأولوية في عدة ملتقيات متتالية، نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. هاد التشوير مؤقت، نعم الجواب رقم ثلاثة، لا الجواب رقم ربعة. الجواب الصحيح هو واحد ربعة. بالنسبة لهاد العلامة راك تعلم على طريق ذات أولوية، يعني عندي الأولوية في ملتقيات الطرق المتتالية. وبالنسبة لتطوير الطرق واخا بالصفر راه ماشي مؤقت وإنما دائم. السؤال الأخير، منين كنتقابل مع الأشعة ديال الشمس كيصعب عليا نكتشف المؤشرات، صحيح الجواب رقم واحد، خطأ الجواب رقم جوج. الجواب صحيح ساهل، يعني ملي كنتقابل مع الشمس ولا كتسنى فيا الشمس في عينيا راه بحال كنتعمى وما كنشوفش المؤشرات ولا الرموز اللي كيكونوا في الطابلو. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد، صحيح. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تسناو الفيديو جديد غدا ان شاء الله وامتحان جديد. واللي مازال ما شافش هاد الامتحانات يدخل يشوفهم ضروري، راه مهمين بزاف اسئله ديال الامتحان. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والله يعاونكم.